وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر. بيبدأ فيلمنا بخديجة بنت مسلمة محجبة عايشة في هولندا، وكانت رايحة للشغل الصبح وبتقابل بنت داخلة تركب الباص اسمها جميلة وبتوسع عليها علشان تقعد جنبها، لكن البنت أول ما بتشوفها محجبة بتقرف منها وما بتروحش تقعد جنبها. بعدها خديجة بتلاحظ إن في حد بيحاول يفتح شنطة جميلة وعاوز يسرقها، فبتقوم بسرعة وبتاخدها وبتنزل بيها من الباص. ولما جميلة تزعق لها وتقول لها هو في ايه، بتقول لها ان كان في حد بيحاول يفتح شنطتها ويسرقها، فاتكسفت جميلة من نفسها وشكرتها ان هي انقذتها من السرقة. وبيبداوا يتعرفوا على بعض، وبنعرف ان خديجة من هولندا وجميلة من اندونيسيا، وقرروا يبقوا صحاب. وبنشوف صحفي عمال يصور الناس وبيلفت نظره خديجة المحجبة وسط كل الناس اللي ماشيين ومش محجبين. ولما بيروح شغله بيعرض صورتها على رئيسه في الشغل، والمدير بتعجبه صورة خديجة وبيقرر انه يحطها على غلاف المجلة، لكن الصحفي قال له لازم الاول انه ياخد رأيها ويستأذن منها قبل ما ينشر اي صورة ليه. وبيروح الصحفي لنفس المكان اللي قابلها فيه ويقعد يدور عليها، وفجأة بيشوف جميلة اللي كانت ماشية معاها وبيحاول انه يتعرف عليها، لكن جميلة بيكون كده شكلها اعجبت بيه جدا. لكن هو بعد كده بيشوف خديجة وهي طالعة من المكتبة اللي بتشتغل فيها، ولما بيمشي وراها بيلاقيها داخلة تصلي في الجامع، وفضل مستنيها برا المسجد لحد ما خلصت صلاة. ولما خرجت حب يتعرف عليها وقال لها ان هو صحفي واسمه نيكولاس، وقال لها ان هو صورها صورة وسط الزحمة، ومدير شغله اعجب بالصورة ومصمم ان صورتك تبقى على غلاف المجلة، لكن خديجة بترفض وبتسيبه وتمشي. ونيكولاس بيقعد لوحده وبيكون قلقان لانه خايف من مديره لا يرفضه من الشغل، وبيحاول انه يروح لها مرة تانية المكتبة. وراح المكتبة اللي هي شغالة فيها، ولما شافته قالت له لو محتاج اساعدك انا موافقة لو انت بتدور على اي كتاب، لكن لو هتتكلم عن الموضوع الصورة فانت عارف ردي. لكن نيكولاس بيحاول يقنعها ويقول لها ان هي تعتبر دعاية للستات المحجبات في اوروبا، لكن خديجة بتبتسم ليه وبتقوله طب انت تعرف عدد المحجبات هنا كام؟ لكن نيكولاس معرفش يرد عليها، فقالت له خلاص فكر في الاجابة ولما تعرف تعالى قولي. وخديجة وهي مروحة بتقابل جميلة وبتقعد معاها في كافيه، وبيكون ساعتها في شاب غريب بيراقب خديجة وبيفضل يمشي وراها ويراقبها كل يوم. وتاني يوم بيتقابلوا تاني في كافيه، بس المرة دي جميلة كانت عازمة زمايلها، وبالصدفة بيكون زميل جميلة هو برضو زميل نيكولاس. وجميلة لما بتشوف نيكولاس بتقوله انه حاسة ان هي شافته قبل كده، وهو بيقول لها وكلهم بيحاولوا يقنعوا خديجة ان هي توافق على موضوع الصورة، لكنها برضو بتكون رافضة. ونيكولاس بيقول لها ان هو محترم قرارها. وبعدها بيخرجوا كلهم ويعملوا سيشن مع بعض، وجميلة بتحكي لخديجة انها معجبة بنيكولاس. بعدها نيكولاس كان عمال يصور صور لخديجة وجميلة، وصاحبه بيقوله تفتكر مين هتكون افضل صورة للغلاف، لكن نيكولاس بيتوه في الكلام وقال له ان هو ما كانش بيصورهم اصلا. وبعدها نيكولاس بيقعد مع جميلة وبيسألها عن خديجة، فبتقول له جميلة انت مالك مهتم بيها ليه قوي كده؟ فبيقول لها ان هو مستغرب ان هما الاتنين نفس الديانة الاسلامية لكن مختلفين. فجميلة قالت له انها بتحس ان خديجة ملتزمة عنها شوية، وبتقول له انها دايما بتحس ان خديجة اكبر منها في السن بسبب شكلها في الحجاب. وبتسأله بعد كده عن شكل البنت اللي عاوز يرتبط بيها، لكن نيكولاس بيتهرب من سؤالها وبيقول لها انه مش بيقارنك بخديجة، انا بس مستغرب ان انتم الاتنين نفس الديانة لكن مختلفين. وبعدها الشباب كلها بتتجمع في بيت فاطمة صاحبة خديجة لانهم بيكونوا معزومين على الغدا، وبيكون واضح اهتمام جميلة بنيكولاس. وبعد الاكل نيكولاس بيسأل فاطمة هو ليه كل المسلمات بيلبسوا الحجاب على راسهم، فبتمسك فاطمة قطعتين من الحلويات، واحدة مفتوحة وواحدة مغلقة، وقالت له لو خيروك ما بين الاتنين هتختار انهي واحدة؟ فقال لها المتغطية. فقالت له هي دي اجابتك على سؤال. وبتقول له ان الدين الاسلامي بتاعنا بيعتبر المرأة ملكة، هو مش اي حد يستحق انه يشوفها. وطبعا جميلة اتكسفت من الكلام ده لانها الوحيدة اللي كانت قاعدة من غير حجاب، وحست كده ان فاطمة بتوجه ليها الكلام. وبعدها نيوكلاس قعد مع نفسه وقرا شوية في الدين الاسلامي. وتاني يوم خديجة كانت مروحة من الشغل، وفجأة بيقابلها شاب وبيكون مراقبها، وبنعرف ان الشخص ده هو اللي كان دايما بيراقبها، وبنعرف انه كان حبيبها زمان قبل ما تتحجب وتدخل الدين الاسلامي. هو بيشد الحجاب من على راسها وبيقول لها ايه القرف اللي انتي لابساه ده؟ وخديجة حاولت تدافع عن نفسها لكن ما عرفتش، وبتتعصب عليه وبتحاول تاخد منه الحجاب لكن مفيش فايدة. بعد كده بيظهر نيوكلاس وبيتخانق معاه وبياخد منه الحجاب ويديه لخديجة علشان تلبسه، لكن حبيبها القديم بيقوله اللي بتدافع عنها دي كانت عايشة معايا زمان وفي نفس الأوضة، وقال له ان هو معاه فيديوهات بتثبت كلامه. لكن نيوكلاس بيطنش كلامه وبيوصل خديجة لحد البيت، لكن طبعا الموقف ده بيأثر على خديجة وعلى نفسيتها وبتفضل تبكي لما بتروح. وبعدها نيوكلاس بيقعد مع نفسه وبيقول يا ترى الكلام اللي الولد قاله عليها ده صح ولا لا؟ وفجأة بتجيله رسالة منها وبتقوله ان هي موافقة على موضوع المقالة والمجلة وعاوزة تقابله، ولما بيقابلها بتطلب منه انه يصورها فيديو علشان كل الناس تعرف الحقيقة بالكامل. وبيبدأ نيوكلاس يصورها فعلا، وبتحكي ان زمان كان اسمها ماريا وكانت غير مسلمة وكانت محافظة جدا ومن عيلة محافظة، وكانت عايشة بحرية شوية وبتعمل كل حاجة غلط. وفي يوم
اكتشفت ان حبيبها بيخونها، ولما طلبت منه الانفصال رفض وهددها بالفيديوهات اللي صورها ليها قبل كده، ولما سابته نشر كل فيديوهاتها على السوشيال ميديا، ووقتها انهارت لان اهلها عرفوا كل حاجة وطردوها من البيت، والفضيحة كانت على كل لسان. وحاولت خديجة تخلص على نفسها، لكن في الوقت ده شافتها فاطمة وتعرفت عليها وعرفتها ان ربنا ممكن يديها فرصة تانية، وان هي ممكن تستغفر له، وحكت ليها عن الدين الاسلامي وانها ممكن تبدأ حياتها من جديد. وهنا ماريا اتشجعت ان هي تدخل الدين الاسلامي واتحجبت، ومن اليوم ده بقت اسمها خديجة ولبست الحجاب. وبتقول خديجة في الفيديو ان ده افضل قرار هي اتخذته في حياتها. ونيكولاس بعد كده قال لها ان هو فخور بيها جدا، وخديجة بتشكره وبتسيبه وتمشي. لكن نيكولاس وهو راجع حبيب خديجة القديم بيقابله ويتخانق معاه ويضربه، وبيوصل صاحب نيكولاس بسرعة وبيحاول يساعده. ونيكولاس بعد الخناقة بينبه على صاحبه انه ما يجيبش سيرة لخديجة، لكن صاحبه راح قال لخديجة برضه، وخديجة راحت علشان تطمن عليه وتعتذر ليه لان بتكون هي السبب في كل اللي حصل له، وحضرت ليه الاكل وطمنت عليه. وفي اللحظه دي دخلت جميله عليهم وشافتهم مع بعض واتضايقت جدا، وساعتها بتمشي وتسيبهم وبترجع تاني جميله لبيت صاحبتها. وهي واقفه مع صاحبتها بيجيلها مكالمه من امها، ومامتها بتسالها انت لسه برضه ما بتصليش؟ لكن جميله بتتعصب على مامتها وبتنفض لكل كلامها. وخديجه بعدها بتروح لجميله في بيتها، وخديجه لما بتروح بيت جميله علشان تقعد معاها وتطمن عليها، لكن جميله بتستقبلها استقبال وحش وقالت لها هو في حاجه ما بينك وما بين نيكولاس؟ وخديجة ساعتها ما بتلحقش ترد لان جميلة بتجيلها مكالمة وبيبلغوها بوفاة مامتها. وطبعا بترجع لبيت اهلها وبتقعد مع عمتها وبتفضل تبكي على والدتها وتقول ان هي ندمانة لان والدتها كانت كل ما بتكلمها بتتجاهلها. وجميلة ما بتلاقيش حد تلجأ ليه في اللحظة دي غير ربنا علشان تقدر تعدي محنتها. اما نيكولاس بيقابل خديجة وبيوريها المقالة، والمقالة بتعجب خديجة جدا. ونيكولاس فجأة وهو قاعد مع خديجة بيعرض عليها الجواز، لكن خديجة ابتسمت له وقالت له ما ينفعش لان انت مش مسلم. لكن نيكولاس قال لها لو انت وافقتي انا هدخل الاسلام. ساعتها خديجة ارتبكت وسابته ومشيت لانها حست ان هو هيدخل الاسلام بس علشانها، وراحت تحكي الكلام ده لفاطمة صاحبتها. وفاطمة قالت لها ان في الحالة دي لازم تصلي صلاة استخارة وربنا هيدلك على الافضل. بعدها بترجع جميلة من بلدها وبتقابل خديجة وبتلاقيها رايحة المسجد علشان تصلي، وجميلة راحت معاها تصلي وطلبت من خديجة انها تساعدها علشان تلتزم. وفعلا خديجة بتساعدها وبدأت معاها بالحجاب. وهما ماشيين جميلة بتسأل خديجة وبتقول لها انت بتحبي نيكولاس ولا لا؟ هو بتسألها تاني وتقول لها انت ما بترديش عليا ليه؟ وفي نفس اللحظة بيجي لخديجة رسالة من نيكولاس ان هو عاوز يقابلها، لكن خديجة بترد عليها وتقول لها ان نيكولاس بالنسبة لها مجرد صديق مش اكتر. ونيكولاس بيسأل زميله ازاي يعتنق الاسلام، وصاحبه بيكون فرحان قوي اول ما يعرف ان نيكولاس عاوز يدخل الاسلام. وبعدها بيروح يقابل خديجة في المكان اللي اتفقوا عليه، وطلب من الجرسونة اللي بتشتغل في المطعم انها تدي بوكيه الورد ده لاول بنت تدخل المطعم وتكون محجبة. وهو بعدها دخل الحمام، ولما بيخرج بيشوفها من ظهرها وبيتصدم لما بيسمع صوتها لانه بيلاقيها جميلة مش خديجة. وهنا نيكولاس بيكون مصدوم. في نفس الوقت خديجة بتكون وقعت بالعجلة وهي ماشية في الطريق وبتتأخر على ميعادها، واول ما بتوصل بتلاقي جميلة حاضنة نيكولاس. وبعدها جميلة بتروح تقعد مع خديجة وبتقول لها ان نيكولاس كان مستنيها وجاب لها ورد، وبتقول لها انها مبسوطة جدا لانها كانت رايحة المكان ده بالصدفة. لكن خديجة بتقول لها ان مفيش حاجة اسمها صدف، كلها اقدار بتاعة ربنا. وبتفهم خديجة ان اللي حصل ده هو رد على صلاة الاستخارة. ساعتها بتعرف ان نيكولاس مش ليها. وفي يوم خديجة بتكون قاعدة على البحر وبيجي نيكولاس يقعد جنبها ويقول لها انت ليه ما جيتيش في الميعاد اللي اتفقنا عليه، وليه بعتي جميلة بدالك؟ وفي نفس اللحظة بتشوفهم جميلة من بعيد وبتمشي وهي متضايقة. ولما قابلت خديجة واجهتها وقالت لها انت واحدة كدابة ومنافقة، ومشيت وسابتها. وبتمر الايام وخديجة بتحاول تتجنب نيكولاس، ونيكولاس حس ان خديجة هيخسرها. وزميله لما بيقابله يقول له ان شيوخ جاهزين علشان يشرحوا له ازاي هيدخل الاسلام. لكن المفاجأة هنا ان نيكولاس بيقول انه رجع في كلامه لانه كان هيدخل الاسلام علشان بيحب واحدة وهي دلوقتي رفضته. لكن صاحبه زعل منه وقاله لو كنت اعرف انك عاوز تدخل الاسلام علشان واحدة ما كنتش ساعدتك اصلا من الاول. ونيكولاس وهو ماشي في الطريق بيعدي على جامع وبيدخله وبيبدأ يقعد مع شيوخ ويقرأ اكتر عن الدين الاسلامي، وبيقرر انه يدخل الاسلام فعلا. وبعدها بتشوفه خديجة بالصدفة وهو بالمسجد وبتتأثر جدا بيه لانه دخل الاسلام بنفسه مش علشان يتجوزها. وبيروح صاحب نيكولاس لجميلة وبيعرفها ان نيكولاس بيحب خديجة وان خديجة هي اللي بعدت عنه وضحت بحبها ليه علشان خاطرك انت. وبنشوف خديجة بعدها وهي قررت تسيب هولندا وهتتطوع في دار الايتام، وبتبعت رسالة لجميلة وبتودعها. لكن جميلة تاني يوم بتروح لها وبتقول لها ان هي عارفة كل حاجة وعارفة ان نيكولاس بيحبها، وبتقول لها ما ينفعش تمشي لازم ترجعي لنيكولاس. لكن خديجة بتكون مصممة على السفر وقالت لها ما ينفعش اشوفك حزينة بسببي. وجميلة بتروح لنيكولاس علشان يلحق خديجة قبل ما تسافر، لكن
لكن نيوكلاس بيرفض وبيقول لها ان خديجة اصلا ما بتحبوش، وصاحبه لما بيقابله بيلومه وبيقول له انت حتى ما حاولتش تسأل عنها او تتقرب منها، وكلامه بيأثر على نيوكلاس وبيروح نيوكلاس يجري على المحطة علشان يلحقها قبل ما تسافر. نيوكلاس لما يدور عليها في المحطة وما يلاقيهاش بيدخل غرفة التحكم ويتكلم فيها بصوت عالي وبينده لها باسمها وبيقول لها انه متأكد ان هي هتكون في حياته وان هو لازم يتجوزها، والامن بيسمعوا كلامه وبيطردوه بره. ولما بيخرج وبيلاقي القطار اتحرك بيخرج بره محطة القطر وهو حزين، لكن فجأة بيلاقي خديجة واقفة وراه وبتندهله، وبيكون ساعتها مش مصدق نفسه من الفرحة ومش قادر يتكلم. وخديجة وقتها بتقوله ان هي موافقة تتجوزه وهي كمان بتحبه، وبيتجمع شمل الاتنين مع بعض. وبعدها بتعدي الايام ومقالة خديجة كل الناس بتقراها وبيتعاطفوا معاها جدا، وخديجة بيكون عندها الشجاعة انها ترجع لاهلها وتعتذر ليهم، وبيكون معاها زوجها اللي اسمه محمد واهلها بيسامحوها ومامتها بتحضنها. وبيخلص الفيلم على كده وبدخول اسرة جديدة للاسلام، محمد وخديجة اللي كان اسمائهم نيوكلاس وماريا. ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش اللايك والاشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر.